هناك انطباع عام بأن زين شعيب هو الأكثر شعبية، ألا توافقني الرأي؟ وما سبب ذلك؟ أكيد يوافقك الرأي وببصم لك بالعشرة وبالمليون إنه زين شعيب أكثر شاعر عنده شعبية. بس في أسباب بهالشي. شو هو؟ أول سبب وأهم سبب، أبو علي شاعر كتير كبير، شاعر ارتجالي باب أول. أبو علي حط 10 شعار يغنوا ارتجالي وراه ضده ما في يلحقوا عليه. يعني العشرة بركعون أبو علي بالارتجالي. أبو علي كاريزما ولعبة المنبر اللي عنده إياها ما بعتقد مرق بتاريخ لبنان شاعر، يمكن بعد بده مليار سنة بعد ليمرق شاعر عنده كاريزما أبو علي واللعبة المنبرية. اللعبة المنبرية مهمة جدا جدا جدا. بيعرف كيف يقعد أبو علي على المنبر، بيعرف أمتى يعلي النبرة يوطي النبرة، بيعرف أمتى يكب كلمة وأمتى ما يحكي. هودي كلهم هذا فن وتكتيك ما حدا يستهون فيهم، هو كتير صعبين. هودي قادر أنت فيهم في تحرق فيهم أي شاعر. ابو علي كمان الكاريزما تاعيته مهضوم. هو معصب مهضوم، هو رايق مهضوم. ابو علي نحكي على شغله كتير مهمه، ما بعرف اذا حتوافقوني الراي عليها. ابو علي ما استعمل كل شعريته على المنبر، ابو علي استعمل شعريته بالكتب. لا، ابو علي لو استعمل كل شعريته على المنبر كان كسر الدنيا، رغم انه هو اليوم من اهم من انجب المنبر الزجلي على لبنان بتاريخ لبنان، وما استعمل كل شعريته. ابو علي عنده ردة مثلا بدافع فيها عن المرأة. شوفوا بس ابو علي بده يروح بالرد القوي، شو قال له لإميل ابو شقرة الله يرحمه؟ قال له العذراء بلا رجال جابت لك مسيح، جيب لي رجل خلف مسيح بلا مرة. بعتقد هذا اقوى رد بتاريخ المنبر الزجلي، وما في شاعر بيقدر يطلع منه. هيدا ابو علي. ابو علي شاعر كتير كبير. ابو علي ملك، اله اللعبة المنبرية. ابو علي اهم كاريزما بتاريخ الزجل. وابو علي اذا برايي انا هو من اهم خمسه بتاريخ المنبر من دون ما نصنف يعني. هذا ابو علي، هذا زين شعيب، فاكيد شعبيته هي الاولى بسبب كل هو. وبعدين في شغله اخيره عن ابو علي، ابو علي منه طائفي. ابو علي غنى بكل المطارح، ابو علي احتضن كل الشعار. هون اعطي حق، ابو علي غنى بفلسطين، ابو علي غنى بالجبل، ابو علي غنى بالشمال بالجنوب ببيروت بكل المطارح. ابو علي بعز دين الازمات احتضن طليح حمدان. ابو علي غنى مع الزغلول، خيين كانوا. ابو علي غنى بجوقة خليل روكس، كانوا خيين مع بعض. هيدا هو زين شعيب. عشان هيك ابو علي اهم شعبية عنده. الله يرحم ابو علي ويرحم اللي توفوا ويطول بعمر الباقيين. وشو ما نعمل بعتقد، شو ما نحكي عن ابو علي بنضل مقصرين بحقه، لانه اللي اعطانا منبر الزجل قليل جدا اللي اعطوه. في بعض القصص اللي اعطانا منبر الزجل ما حدا غيره اعطاه.